السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهام نواسي المشغولات اليدوية. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الدرس هذا. كما تشوفوا درس رائع وخفيف وسهل، سهل في الخدمة ديالو. كما كتشوفوا درتوه هنا بحال فكرة ديال كيفاش نديروه في الكمام وفي القب، وممكن نتوما تستعملوه باي كيما بغيتو. ممكن هنا كما كتشوفوا هنا درتو غير فقط حابكه الثوب بغرز الحشو وخدمته، فهو جا مزيان، جا مزيان بزاف. وهنا بالحرير، هنا بكوردون وهنا بالحرير، فهو كما كتشوفوا تيجي رائع في المنظر. وتا الطريقه تاعته كما غتشوفوا فهي سهله جدا، فقط تيبغي شويه الخاطر بالخيط ديال الحرير باش كتجي الخدمه بحال هكا متقونه ومزيانه، كيجيش مشنتف وكيجي واقف بحال هكا. كما كتشوفوا هاد الظهر ديالو وهذا الوجه. اذا نشوفوا الطريقه. نرتفع ب3 سلاسل، ثم نشتغل عمود في غرزه الحشو المواليه، ثم نلف الخيط وغادي ندخله وندخله في هذا العمود هذا. كنبداو نشتغلوا على هذا العمود، المره الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه. ثم ندخل كروشي في الغرزه المواليه، نخرج الخيط ونشتغل جميع هاد الغرز اللي خدمنا. يجي العمل بحال هكا، ثم نشتغل سلسله باش ثم عمود في الغرزه المواليه وهنا. ثم نشتغل بنفس الطريقه في العمود هنا، يعني نلف الخيط وندخل الكروشي للمره الاولى، الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه. هي بخيط الحرير تتبغي شويه ديال الصبر، ولكن كتطلع مزيانه. ثم ندخل كروشي في غرزه الحشو المواليه، اشتغلنا هنا وغندخلوه هنا، نخرج الخيط ثم نشتغل جميع هاد الخيوط هذه اللي هاد اللف. ثم نشتغل سلسله ثم عمود في الغرزه المواليه، يعني هنا ما تنتجاوزوا حتى شي غرزه، يعني وحده ورا وحده كيجيو بهذا الشكل هذا. اذا غنعاودوها مره اخرى. اذا نلف الخيط ثم ندخله في العمود، نخرج اللفه الاولى، الثانيه، الثالثه ثم الرابعه، ثم ندخله هنا، نخرج الخيط ونخرج الكل، ثم نشتغل سلسله عمود نتمنى يكون الشرح واضح. كتجي رائعه، كتجي جميله.
كما خدمناها، سواء خدمناها على بهذا الشكل هذا على غرز الحشو، بحال هذا الشكل هذا مثلا على كم ولا على شي زواقه ولا شي حاجه فيها كتجي جميله، حتى هكا كتجي مزيانه. تجي مثلا شي كم شي جلابه خفيفه مثلا تجي بحال هكا. اذا نعاودوها مره اخرى. اذا بعد ما اشتغلنا العمود تنلويو الخيط وتنبداو نشتغلوا الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. اذا بعد ما اشتغلنا 4 ديال المرات ندخلو هنا ثم نخرج الكل. ثم نشتغل سلسلة ثم عمود. الطريقة كما شفتوا فهي سهلة جدا والنتيجة رائعة كما كتشوفوا.